لما كنا نسأل نفسنا المفروض نعمل ايه عشان نبعد عن ان الذكاء الاصطناعي ياخد مكاننا ويقعدنا في البيت، كان دايما الإجابة انك تشتغل على حاجة فيها إبداع او تشتغل على البرمجة او ان انت تكون بتشتغل في حاجة صعب تشرحها للناس، فبالتالي ما يكونش سهل ان احنا نكتبها في كود وتبقى حاجة مكررة زي ما هي ونخلي الذكاء الاصطناعي يعملها. ولكن ظهر لنا دلوقتي ذكاء اصطناعي بيقدر يعمل تصميمات وصور احسن من الديزاينرز والكرييتيف اندستري عموما. لقينا ان الذكاء الاصطناعي داخل كمان في الفيديو اديتنج او تظبيط الفيديوهات. الذكاء الاصطناعي داخل في الكاستمر سيرفيس، كان اي حد عايز يشتغل وهو في الجامعه او اول ما يتخرج يروح يشتغل في خدمه العملاء، دلوقتي بقى في تشات بوتس او في روبوت هو اللي بيرد على الناس في الاسئله، وكمان مش بس في الكتابه يقدر يفهم الكلام اللي انت بتقوله ويجاوب عليك. اي مجال كنا بنفكر فيه انه هيبقى صعب ان يدخل الذكاء الاصطناعي فيه، لان الذكاء الاصطناعي داخل ويعني واخد مساحة كبيرة جدا حتى في البرمجة نفسها. دلوقتي بقيت بتكتب الكود ومعاك الذكاء الاصطناعي بيعدل على الكود بتاعك ويصحح لك ويبرمج معاك او يفكر معاك في البروبلم سولفينج. لما كنا نقول ان الناس مثلا تتعلم الديجيتال ماركتينج عشان دي حاجة هتبقى ضرورية ومفيدة جدا مع ازدياد استخدام الناس للإنترنت، دلوقتي بقى في ويب سايتس او ابلكيشنز بتساعدك تعمل التارجتنج وتكتب كابشن ايه بالظبط وتحط تكست ايه على الصورة وكل الحاجات اللي بنستخدمها في الميديا باينج. لو حتى قلنا انك تشتغل كمدير مشروعات او حاجة يكون فيها تفكير استراتيجي، دلوقتي الذكاء الاصطناعي بقى موجود كمان في المجالات دي وبقينا بنعتمد عليه وعلى الانسايتس اللي بيجيبها لنا من تحليل البيانات المختلفة لمشاريع مشابهة لينا او شركات مشابهة لينا، ومش بس في نفس السوق المحلي بتاعنا ولكن اسواق خارجية كمان. طب نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نحافظ ازاي على الكاريرز بتاعتنا؟ اول اجابة واسهل اجابة بتيجي دايما للناس ان احنا نروح نتعلم برمجة. ما هو الذكاء الاصطناعي ده بيتعمل ازاي؟ من خلال مبرمجين. طيب احنا نروح نتعلم البرمجة عشان نبقى بنحافظ على المجال بتاعنا. ما هو ده كده ما بقاش المجال بتاعك، انت كده رايح في مجال البرمجة وسبت المجال اللي انت شغال فيه ايا كان القطاع اللي انت شغال فيه، شغال مهندس زراعي، شغال في حاجة ليها علاقة بالمطابخ والمطاعم، شغال في قطاع الأغذية، شغال في مصنع أدوية، ايا كان القطاع اللي انت شغال فيه هتسيبه وكلنا هنبقى مبرمجين؟ اكيد لا. هو الفكرة ان انت ازاي تشوف المجال بتاعك تستخدم فيه الذكاء الاصطناعي بطريقة تخليك تتفوق على الذكاء الاصطناعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي انا ممكن اروح اشتري او اعمل سبسكريبشن في ابلكيشن للجيم احسن من اني اتعامل مع بيرسونال ترينر وحد يكون بيتابع معايا باستمرار. الابلكيشن ده هيديني النيوتريشن بلان بتاعتي اللي هي اكل ايه وما اكلش ايه، الجدول بتاعي بالكامل، وكذلك جدول التمارين. وممكن كمان انزل ابلكيشن على الموبايل ويقدر يشوفني كأن في معايا ترينر بيشوف الحركة بتاعتي، انا بعمل سكوات صح، انا بعمل الديد ليفت صح، انا بعمل الحركات دي كلها ولا لا، ويصحح لي التمرينه بتاعتي. طب البيرسونال ترينر ده ازاي ان هو يبقى احسن من الجانب ده؟ الجانب الاول ان هو يستفاد من الخبرات بتاعه الذكاء الاصطناعي. هو ليه الذكاء الاصطناعي قادر ان هو يتخطى؟ لان هو قدر يحلل بيانات كتيره جدا جدا ومدخلات كتيره جدا جدا، فانا ممكن استفاد منه انه يكون جزء من الباكج اللي بقدمها للعميل بتاعي. ولكن الذكاء الاصطناعي ما عندوش فكرة الايموشنز او الكونكشن اللي مع الناس، ما عندوش المشاعر، ما عندوش ان هو يسمع الناس ويعمل حاجة very customized و very personalized. لو احنا فضلنا ماشيين على التراك ده وبنحب التكنولوجيا وعايزين نتعامل طول حياتنا مع آلات، هيبقى الجانب الانساني والجانب الروحي والجانب اللي هو الشخصي بقى، ان انت يبقى عندك انتربيرسونال سكيلز او عندك ايموشنال انتليجنس، ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي تقدر تستخدمه مع الناس. ده جانب اساسي جدا جدا بالنسبه لنا ايا كان الكارير اللي احنا شغالين فيه. طيب يعني كلنا هنبقى ناس بنطبطب على بعض وبنسايس بعض وبندادي بعض وخلاص؟ فين الشغل في كده؟ هو الموضوع مش ده بس. ما هو دلوقتي البيرسونال ترينر ده مش لازم يبقى كل شغلته بعد كده ان هو يكون موجود بنفسه في وقت معين في مكان معين عشان يبقى مع عميل واحد ويدربه على التمرين ده. هو ممكن يستغل وقته انه يبقى بيشتغل في حاجة ليها علاقة بتدريب الارتفيشال انتليجنس نفسه. هو الارتفيشال انتليجنس ده هو بيبقى مبني على موديل،
فبالتالي الموديل ده محتاج ناس متخصصة في مجال التدريب ومجال الأغذية عشان يقدروا يبرمجوه صح. الموضوع مش بس مبرمجين، ولكن في السبجكت ماتر اكسبرتيز او السبجكت ماتر اكسبرت اللي هيكون موجود عشان يساعد المبرمجين ويديلهم الانبوتس اللي هم هيحتاجوا يبنوا عليها الشغل بتاعهم. فمجالك مش ان انت تفضل بتعمل نفس الحاجة هي ولكن انك تشوف طريقة مختلفة تقدر تستخدم بيها مهاراتك. احنا كلنا عبارة عن شنطة مهارات، فبنطلع المهارة المناسبة في الوقت المناسب او في السياق المناسب. فشوف السياق الحالي دلوقتي بيكلمك عن الذكاء الاصطناعي، يبقى انت ازاي هتكون جاهز ليه. وانا كلامي هنا مش للافراد بس، انا بتكلم كمان للشركات او السمول اند ميديوم انتربرايزز، الشركات الصغيره والمتوسطه. فكر في نفس الموديل ده او نفس المثال اللي ذكرناه، ازاي شركتك تقدر تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتوظفه في صالحها، ما يكونش ان هو واقف ضدها.